يوم 6 أغسطس سنة 1945 وبينما الناس في مدينة هيروشيما عايشين يوم عادي جدا، فجأة سمعوا صوت طيارة حربية في السماء من طراز بي 29 اسمها الإينولا جاي، وللأسف على الساعة 8:15 صباحا الطيارة أسقطت حمولتها فوق المدينة، واللي كانت عبارة عن أول قنبلة ذرية تستخدم ضد البشر، الليتل بوي أو الولد الصغير. وخلال لحظات المدينة كلها اتحولت لجحيم. 70,000 إنسان ماتوا كده، أكتر من 140,000 إنسان في المجمل ماتوا سواء في اللحظات الأولى للانفجار أو في الشهور اللي بعدها من الحروق والإشعاع. لكن بما إن قصة هيروشيما العالم كله سمع عنها وعن حجم الكارثه اللي حصلت ساعتها، فانا النهارده لا جاي اتكلم عن ليتل بوي ولا عن هيروشيما، انا جاي اتكلم عن قنبله ثانيه خالص، قنبله اخطر واقوى من قنبله هيروشيما ب 3000 مره. وعشان نستوعب الرقم ده ببحث صغير هنعرف ان الليتل بوي اللي قتلت اكتر من 140,000 انسان كانت قوتها التفجيريه 15,000 طن من ماده TNT شديده الانفجار، في حين ان القنبله اللي جاي اكلمك عنها قوتها التفجيريه تساوي 50 ميجا طن، اي ما يعادل 50 مليون طن من ماده TNT. النهارده انا جاي اكلمك عن ليفل الوحش في القنابل، سار بومب او قنبله القيصر، اقوى قنبله نوويه تم تفجيرها في تاريخ البشريه. سلاح اتعمل عشان يبين للعالم ان في زرار ممكن ينهي كل حاجه في لحظه. ليه القنبله دي اتعملت واتفجرت فين وكان شكلها عامل ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. قصتنا بتبدا في صحراء نيو مكسيكو سنه 1945 لما امريكا فجرت اول قنبله نوويه في العالم في تجربه تسمى بالترينيتي تيست. وبعد نجاح التجربه بايام امريكا القت القنبلتين بتوع هيروشيما وناكازاكي، وانتهت الحرب العالميه الثانيه. لكن في نفس الوقت بدات حرب من نوع مختلف، الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي، واللي دخلوا في حرب تسلح رهيب، كل واحد عايز يثبت انه الاقوى والاخطر. وفضلت الحرب البارده مستمره بينهم لحد ما السوفييت سنه 1949 فجروا اول قنبله سوفيتيه ليهم وردوا على الامريكان. ومن هنا بدا سباق خطير جدا، مين يقدر يصنع اقوى واخطر قنبله على الاطلاق، ومين يقدر يهدد الثاني بدمار شامل لو قامت حرب بينهم. وفي وسط الاجواء دي اتولدت فكره قنبله القيصر. في بدايه الستينات الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف كان عايز يبعت رساله للعالم كله وخصوصا لامريكا اننا من الاخر كده نقدر نمسحكم من على الخريطه، فطلب من العلماء تصميم قنبله نوويه غير مسبوقه. الاسم الكودي بتاعها كان RDS 220، لكن الاعلام سماها تسار بومب او قنبله القيصر، وده لان حجمها وقوتها ما كانوش طبيعيين ابدا، وكانها امبراطور القنابل النوويه. القنبله كان وزنها 27 طن وطولها كان اكتر من 8 متر، وكانت مصممه على انها تطلع طاقه تفجيريه بقوه 100 ميجا طن من ماده TNT. لكن السوفييت قرروا انهم يقللوا قوتها ل 50 ميجا طن، يعني نص قوتها، وده عشان يقللوا التلوث الاشعاعي. وبالرغم من كده قوتها التفجيريه تخطت قنبله هيروشيما ب 3000 مره. يوم 30 اكتوبر سنه 1961 تم تحميل القنبله على طياره من طراز TU-95، واتربط فيها مظله ضخمه عشان تبطئ من سقوطها وتدي الطياره فرصه للهروب. وعلى الساعه 11:30 صباحا بتوقيت موسكو، وبالتحديد في جزيره نوفايا زيميليا شمال روسيا فوق الدايره القطبيه الشماليه، واللي كانت منطقه مخصصه للتجارب النوويه، ومن ارتفاع 10,000 متر تم القاء القنبله، وبعد 43 ثانيه من القائها وعلى ارتفاع 4000 متر انفجرت. والنتيجه زي ما انت شايف كده يا صديقي الفضولي مرعبه، كره نار بحجم مدينه وصل قطرها لحوالي 8 كيلو متر. المشروم كلاود اللي هي سحابه الفطر اللي القنابل النوويه بتعملها بعد الانفجار وصل ارتفاعها لحوالي 65 كيلو متر، يعني اعلى من طبقه الستراتوسفير. وميد الانفجار اتشاف من على بعد 1000 كيلو متر، وبالنسبه للحراره فكانت كافيه عشان تسبب حروق من الدرجه الثالثه للي على بعد 100 كيلو متر. كمان موجه الانفجار دمرت المباني اللي على بعد 55 كيلو متر، وكسرت ازاز شبابيك البيوت اللي على بعد 900 كيلو متر. ويقال ان موجات الصدمه دارت حوالين الارض 3 مرات. انا عاوز اقول لك ان من كتر ما الصوت كان مرعب العالم كله سكت من هول الصدمه من بعدها. كل ده والقنبله اتعدلت عشان تطلع نص طاقتها التفجيريه بس. صديقي الفضولي امريكا والعالم كله اتصدم من بعدها، حتى العلماء اللي صنعوا القنبله كانوا مرعوبين من التجربه دي، وفي تقارير بتقول ان الطيار اللي رمى القنبله كان عارف انه ممكن ما يرجعش تاني. لكن الاغرب من كل ده ان بعد التفجير خروتشوف نفسه قال انهم مش هيفجروا حاجه بالقوه دي تاني، وده لانهم فهموا ان السلاح النووي اللي يوصل للقوه المرعبه دي مش اداه حرب، ده اداه انتحار جماعي. ولو هناخد بكلام المصادر هنلاقي ان من بعدها بدات المفاوضات العالميه لتقليل التجارب النوويه، وظهرت معاهدات زي معاهده الحظر الجزئي للتجارب النوويه. لكن خدها مني بقى وما تراجعش ورايا، كل ده كلام فاضي. الدول ما بطلتش لا تصنع ولا تطور في الاسلحه النوويه، والدليل صاروخ الشيطان 2 اللي صنعته روسيا، واللي يعتبر اقوى صاروخ عابر للقارات في العالم، لدرجه انه يقدر يمحي دول من على الخريطه، وده لانه قادر على حمل 10 رؤوس نوويه واطلاقهم على اهداف مختلفه. وبالرغم من كده فالعلماء بيعتبروا قنبله القيصر مثال للقوه اللي وصلت لها البشريه، لكن برضه مثال على الغباء اللي كنا ممكن نوصل له. قنبله واحده بس لو كانت استخدمت في حرب كانت هتمحي مدن بالكامل، ومش بعيد كانت تتسبب في شتاء نووي يغير مناخ الارض.
بالرغم من ان قنبله القيصر اكبر انفجار نووي حصل على وجه الارض، لكنها ما كانتش سلاح حرب، دي كانت رساله مرعبه بتقول اننا بدوسه زرار نقدر نمحي دول. لكن لحسن حظنا تدمير الارض ما كانش اختيار، عشان كده فضلت الحرب البارده بارده وما سخنتش. فتفتكر لو قامت حرب نوويه النهارده العالم هينتهي فعلا؟ صحيح. وانت كمان صديق الفضولي تقدر بدوسه زرار تشترك في القناه وتعمل لايك. هتعمل ايه يعني؟